يا الله، السلام عليكم. حلقتنا الجديدة نبديها بالصلاة على محمد وآل محمد. اخواني اليوم درتب قفص النوادر، البطن نوادر، طائر البطن مندرين. فراح نسوي هنا يم هذا الحوض، راح يصير 3، العرض ماله مترتين والطول مالته 3، يعني زين كلش مساحة حلوة. وهذا هنا الحوض نفسه راح نرتب اياه ونخلي بيه هنا. وعندنا هذا الماطور يفرغ المي مالته. اخوان هيجي اشتغلناه. هسه هذا الفوق والجو، هسه هذا راح يصير لي فوق هذا، وهذا راح يصير لي جوا، وراح تجي الارتفاع ماله متر. شوفوا اخوان شلون اشتغلنا، لا لحيم ولا كل شيء مثل ما علمتكم. شوفوا اخوان، هاي الزاوية بالخشب بالحديد، هاي رهيبة هاي. وهذا الدريل، وهذا البراغي. فهاي شغلة حلوة، لا تجيب لحيم ولا تجيب شيء. هذا راح يصير لي فوق، وهالقطعة جوا راح يصير، العفو هاي اللي جوا وهاي راح يصير لي فوق. راح يجي هنا متر بالنص، متر الارتفاع متر. اخوان انا دا اشتغل، كل الشغل هذا اللي اشتغلته اني مجهود فردي. بس هذا حبيبي وياي مدوخني. جاد قل لهم هلاو هلاو. هذا هنا يقعد يمي يلعب، انه ما سهل جده، سهل بابا انا مربي. فاخوان نكمل ونشوفكم ان شاء الله، تابعوا يعني. اخوان هاي الشكل الثاني، هاي هسه كملنا هاي جوا، خلينا رفعناها بالطابوق على مود ما تصير رطوبه ومي على الحديد وزنجر. هاي ارتفاع ماله متر صار. فان شاء الله اخليه هرمي السقف ماله لو عدل. خلينا نشوف شلون نسويها. شوف اخوان مثل ما قلت لكم هاي الزوايا، شوف اخوان هاي الزوايا، يعني هاي زوايا فشي، لا لحيم ولا تعمي عينك ولا كل شيء. مثل ما قلنا لكم هذا صار الارتفاع ماله متر، والطول 3 مترات، والعرض مترتين. تابعوا يعني. وهاي صار بهالشكل، شوف من فوق شلون سوينا له، ضربناه. هذا البلاويد، هذا الجيج مالته. بعدين بس بقى نص بقى من فوق. شوف الداخل شلون صار. هذا ضربناه بسيم وسوينا له باب. شوف اخوان شلون صار. هاي هنا مكان محصول الطير، مو تقول لي يصعد على الحلال ونسوي له حلال ويصعد عليهن الترايش. فهذا يبقى بالقاع طير. شوف اخوان كله حتى البوب، شوف شلون ضربنا هذا فشي يعني. هو خلينا من النص شيال. وهاي بقت عندنا فتحة من هنا، هاي راح نخلي لها سيليكون. وهذا عندك الماطور، شوف شلون سويناه بهالطريقة هاي، على مود نسحب المي، لأن مسوينها مسيلة من داخل من جوا، دائما نفرغه ننظفه.
هذا عندنا هذا الدجاج الكوشامة. وهذا اخوان هذا الدجاج الكوشامة. هاي هنا سوينا برج طيور، محبين الطيور تور. اخوان هذول كان عندنا فوق نزلناهن جوا. ها اسوي دايات، هتجيب طيور زينة عالي المستوى مالتها ونخليها هاي دايات. هاي سويناها بهالطريقة. هاي هذا عندنا كان فارغ سويته، فهذا نخليه للدايات بخليه هنا. نجيب طيور شوية مستوى عالي ونخلي جوها بيض. وعندنا هذا البيض مال بوب وايت والبيض مال سمان كرفانية هم نخلي جواه. شغلته ناجحة ان شاء الله. وهذا بالنسبة للمكان دجاج كان هذا ذكرون هاي وصاخة، هاي طابق جوا شلناه بدنا ننظف بيه، فكملنا تنظيف ان شاء الله ما عندنا شيء، فسوينا لي هنا مكان. هاي الغرف شوفوا، هذا الدجاج العرب مالتنا. هذا الغرف مالته، وهذا هو هنا محصور. دائما اطلعهن شوية بالشمس لان هذا ما يصير محصور 24 ساعة، هو ما محصور مكان كبير. شوف اخوان، صلى على محمد. هذا مكان هنا، هاي ترايش بخليله، وهاي بقالات مال بيض. شوف اخوان حتى البيضات ما شاء الله. هذا البيض هسه تعرفون شوي جو بارد، تقريبا البيض قليل. شوف اخوان، وهذا بيض فاتي ينتبه على مود الرطوبة. هاي المحبين دجاج. هاي اخوان شوف المنظر، طائر المندرين. احتمال تجيب وياه هاي طيور البرية الصغار، حذاف، ابو زلة، ابو بسيلة. وهاي الاخباص ان شاء الله منه وهيجي كلها راح نرتبها. هاي الاخباص كلها راح نرتبها ونجيب بيها دجاج. هاي مسوي لكم حلقة عليها مال الاخباص. هاي الاشجار اخوان، بس هاي الاشجار تكبر تعلى شوية بعد اكثر على مود هاي المحمية تتربى. ها ابراهيم، هذا ابن اختي، هذا المساعد مالي. ابراهيم احنا ما نقدر نخلي نقول لهم خلوا لايك، يعني بعد ما ننقل لهم، مو ابراهيم؟ ما ننقل لهم، مو ما ننقل لهم، هو الحين تكفي الاشاره. يا بعد بس لنا مشاركات بالفيديوهات، مشاركات. اسمع اخوان، هاي صوت مال جولدن، الافراخ مالته. اسمع هاي الصوت مال الافراخ الجولدن.
يلا اخوان ما نطول عليكم فيديو، ان شاء الله استفدتوا من هاي التجربة مال بناء الأخفاص، وأريد تعطوني رأيكم بالتعاليق. تحياتي للجميع، مع السلامة.